تخيل انك شاب في العشرينات وعندك هدف وطموح انك توصل بسرعه، بس فجاه والصدمه انك تلاقي نفسك ماشي في الطريق الغلط. السر هقوله لك والحل هقوله لك في الحلقه دي، تابعها معايا لحد الاخر. كونك شاب في العشرينات وعندك شغف توصل بسرعه ده شيء رائع ومهم جدا عشان تقدر تستغل كل لحظه في حياتك. بس تخيل لو كنت ماشي في الطريق الغلط، خدت طريق غلط مشيت فيه سنه سنتين، هتعمل ايه ساعتها؟ وهيكون ايه موقفك وقتها؟ قبل ما تبدا رحلتك لازم تحدد الطريق الاول، ومفيش مشكله لو خطواتك كانت بطيئه في البدايه، لان كل ما تاخد وقتك في البدايه هتقدر تركز على كل خطوه انت بتاخدها. زي ما كنت طفل بتتعلم تمشي خطوه بخطوه وبعد كده بتبدا تجري بسهوله. نفس الفكره في حياتك، اعرف طريقك، حدد اتجاهك وحدد هدفك، امشي بخطوات ثابته حتى لو ببطء في البدايه مش مشكله. بعد ما تتاكد من الطريق الصح وقتها تقدر تجري براحتك وتحقق كل اللي نفسك فيه. ايه الخلاصه؟ السر في التركيز على البدايه، وبعدها اجري اتنطط خد الطريق اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناه والصلاه على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.